كيكون كيعجبك شي فنان كتسمع أغانيه يوميا، يمكن حتى كتحس براسك أنك بحال كتعرفو شخصيا، لكن فاش كتسمع ليه أخبار خايبة بحال اتهامات فضائح كيبقى السؤال هو واش نبسطو الفن على حياة الفنان ولا نبغيو صوتو ونكرهو تصرفاتو. يعني كاينين حدود اللي مخصش الفنان أنه يتعداها كما كانت الموهبة ديالو. اليوم غادي نهضروا على واحد من أكثر الفنانين اللي داروا واحد الجدل كبير في هذه النقطة بالضبط، اللي هو سعد المجرد. باش اننا نعرفوا القصه الكامله لهذا الشيء اللي وقع سعد المجرد غادي نرجعوا للبدايات ديالو. سعد المجرد هو واحد الفنان اللي بدا المسيره ديالو بواحد الصوت اللي هو مميز وواحد الحضور قوي، من بدايه من الاغنيه ديال انتي اللي خرجت في سنه 2014 واللي بداو الناس كيتكلموا عليها بزاف ديك الوقيته، كانت من بين اكثر الاغاني اللي حصدت مشاهدات. ولكن المفاجاه الكبرى غادي تجي في سنه 2015 مع اغنيه المعلم اللي وصلت اليوم لاكثر من مليار مشاهده على يوتيوب، ولات اكثر موسيقى عربيه حققت هذا الرقم هذا الخيالي، يعني دخلت التاريخ بهذا الرقم الخيالي. من بعدها غادي يجيو اغاني ناجحه كثيره بحال سنه 2018 الفنان المغربي غادي يخرج اغنيه غزالي اللي حققت اكثر من 300 مليون مشاهده. موراها يعني مدة قليلة غادي يخرج أغنية كازابلانكا أي الدار البيضاء التي حققت أكثر من 260 مليون مشاهدة. موراها غادي يخرج أغاني كتير بزاف اللي كلهم تحققوا نسب مشاهدة عالية جدا فوق 100 مليون مشاهدة. سعد المجرد هو واحد الفنان اللي قدر أنه يدمج ما بين الغناء الشرقي والإيقاعات الغربية، وقدر أنه يتعاون مع فنانين كبار بحال محمد رمضان، فرينش مونتانا، وحتى الفنان الكبير المغربي زهير بهاوي. ولا واحد النجم عالمي عنده واحد الجمهور ضخم في المغرب، في الخليج، في اوروبا، في العالم كامل. ولكن هذا النجاح كان ديما كيمشي بجنب واحد الطيل ثقيل، قضايا ومتابعات قضائيه هي اللي خلات اسم الفنان الكبير سعد المجرد دائما مرتبط بقضايا والجدل. أول اتهام كان ضد الفنان سعد المجرد كان سنة 2010 بالولايات المتحدة الأمريكية، فاش اتهمته فتاة أمريكية بالاعتداء الجنسي، لكن الملف تسد وما ظهرش تفاصيل كثيرة بسبب التسوية القضائية. لكن الصدمة غادي تجي سنة 2016 فاش اعتقل فرنسا قبل أيام قليلة من الحفل ديال الكبير اللي كان مبرمج في فرنسا. فتاة فرنسية اتهمته بالاغتصاب داخل فندق، ثم تم السجن ديالو مؤقتا باش يخرج موراها بكفالة، وبقات القضية مفتوحة سنوات طويلة حتى صدر الحكم النهائي سنة 2023 اللي غادي يبين أنه حكم على الفنان المغربي سعد المجرد ب6 سنوات سجن، لكن استأنف الحكم وخرج مؤقتا. ماشي غير هكاك، في 2018 طلع اسم سعد المجرد في قضية ثانية بعد اتهام جديد من فتاة فرنسية، لكن هذه المرة سجن لفترة قصيرة ثم أطلق سراحه بكفالة والقضية تسدت هنا. لكن خلت سمعته دائما محاطة بعلامات استفهام كبيرة، وخلت أنه الجمهور ديما كينقسم، واش سعد مظلوم ولا فعلا كاين مشكل في التصرفات ديالو، والشهرة ديالو كتغطي على كل شيء، وبقات عدة تساؤلات. لطالما كان الجمهور المغربي والعربي مساندا للفنان سعد المجرد، بالخصوص الجمهور المغربي، لكن مورا هاد القضايا هادو الجمهور المغربي والعربي انقسم إلى قسمين. كاين اللي كيدافع على سعد بقوة وكيقول سعد غير مستهدف لأنه واحد الفنان كبير وناجح وما كاين حتى دليل نهائي، وفعلا عدد كبير من الفانز ديالو بقاو أوفياء ليه، وكتشوفهم كل مرة كيدعموه في التعليقات وكيطلبوا منه أنه يدير حفلات جديدة وأنه يرجع للمغرب. ولكن في المقابل فينا واحد الشريحة كبيرة أو واحد العدد كبير ديال الناس اللي كيقولوا أنه ماشي معقول نحتفلوا فنان متابع في قضايا اغتصاب، الفن ما خصوش يتغطى على الاخلاق، وبداو يديروا حملات المقاطعه على السوشيال ميديا بهاشتاغ ما تفرجوش نادي المعلم. والامر ما بقاش محصور في الكلام، بل في سنه 2019 طلعت لي حفله كانت مبرمجه في الجامعه الامريكيه بعد ضغط طلابي وحقوق كتابير. كذلك في مصر خرجت اصوات من فنانين وممثلات كيطلبوا انهم يمنعوا الفنان سعد المجرد، وفعلا بعض البرامج فضلت ما تستضفوش. في المغرب مازال عنده جمهور كبير وضخم، لكن حتى لهنا كاين اصوات نسائيه وحقوقيه كتطلب الحياد عن دعم اي شخص مرتبط بقضايا اخلاقيه ما تحسماتش نهائيا. ما هي النتيجه؟
سعد المجرد اليوم في موقف معقد بزاف، عنده قاعدة جماهيرية كبيرة ووفية ليه، ولكن عنده أيضا جدار من الرفض كيكبر مع كل قضية. لأن كنرجعو للسؤال الأصلي اللي طرحنا في البداية ديال الفيديو، اللي هو واش نقدروا أننا نفصلوا ما بين الفن وما بين الصاحب ديالو. هذا النقاش راه ماشي شي حاجة جديدة، بالعكس راه وقع في العالم كامل، ماشي غير مع الفنان سعد المجرد. مثلا في أمريكا واحد المغني مشهور تم اتهامه في قضايا استغلال واغتصاب قاصرات وتحكم عليه ب30 عام ديال الحبس، ولكن لحد الآن بعض الناس مازال كيسمعوا أغانيه، والبعض الآخر كيطالب أنه يتمنع منعا كليا. وذلك فنان كبير رغم أنه توفى، مازالت الاتهامات القديمة بالتحرش كتخلي بعض الناس أنهم يعودوا يفكروا في مكانته الفنية. وفي العالم العربي كاين المغني شاكر، بعد ما تورط في ملفات سياسية ومسلحة رجع يغني، وبعض الناس قبلوه والبعض الآخر رفضوه رفضا تاما. هذا الشيء كيعني أنه الجمهور ماشي دايما متفق، كاين اللي كيشوف أنه الفن شيء روحي ومعزول على الشخصية ديال الفنان أو لا الحياة العامة للفنان ولا الحياة الشخصية للفنان، وكاين اللي كيشوف أنه الفنان هو قدوة ولازم تكون عنده حياة نظيفة بحالو بحال المشاهير ديالو أو الكلمات ديالو في الأغاني. وفي حال الفنان سعد المجرد الأمر أكثر حساسية، لأنه الاتهامات كانت متكررة، وهذا الشيء كيخلي النقاش ماشي فقط قانوني ولكن أخلاقي وثقافي أيضا. واش الشهرة كتغطي على التصرفات ديال الفنان؟ واش النجاح كيغفر الأخطاء؟ ولا كاينين حدود حمراء مخص حتى شي نجم أنه يتجاوزها ولا يفوتها؟ بنجيو الآراء ديالكم نتوما اللي كتفرجوا، واش كتعتقدوا أنه ممكن نفصلوا ما بين الفن وما بين حياة الفنان، أو لا كتظنوا أنه خاص ديما الفنان يكون قدوة في أي حاجة؟ خليو لينا هادشي في تعليقاتكم، وغادي نكون سعيد أنني نقرأ التعليقات ديالكم وأننا نناقشوا مع بعضياتنا. بطبيعة الحال إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش أنكم ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم أي جديد، وشكرا بزاف على المتابعة، نشوفكم في الفيديو الجاي.